الذهاب في المغرب في نهائي بطولة الكونفدرالية بنتيجة 2-1 لنادي نهضة بركان. سجل هدف نادي الزمالك سيف الدين الجزيري من ضربة رأس. الحمد لله طبعا النتيجة تعتبر نتيجة كويسة، إن شاء الله نعوض في مباراة العودة بإذن الله. لكن أنا يعني ما عجبنيش الروح اللي كان بيتمتع بيها نادي الزمالك النهاردة. مش روح فريق راح ياخد بيلعب في النهائي ورايح متحفز ومتشوق إنه عنده إصرار إنه ياخد البطولة الكونفدرالية. مش هو ده نادي الزمالك. الفريق نادي نهضة بركان أو نهضة بركان ما كانش الفريق اللي هو يخوف، أو الفريق اللي هو يعني بالقوة. لأ، كان نادي الزمالك يتمنى يطلع بأقل خسائر من عنده. كان ممكن نادي الزمالك يحقق نتيجة أحسن وأفضل من كده يعني. الشوط الأول نادي الزمالك برضه ما كانش عاجبني، ما كانش في المباراة. خط التشكيل برضه عليه علامة استفهام كبيرة جدا بقالها فترة. خط الوسط بتاع نادي الزمالك ما كانش برضه، ما كنتش مقتنع بيه بصراحة. يعني أتمنى إن شاء الله ندرك الأمور دي في مباراة العودة، وإن شاء الله نفرح جماهيرنا العظيمة، جماهيرنا الحبيبة، جماهير نادي الزمالك، ونفوز ببطولة الكونفدرالية بإذن الله إن شاء الله يا رب.